بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي فرح وفي سعادة يا رب. قلنا نعمل شوية بتنجان مخلل زي اللي احنا بنعملهم في اي بيت كده على طريقتنا القديمة. معانا فلح وملح معلش، معانا ملح وليمون وتوم، ومعانا ورا دوت فلفل احمر كان متلج كنا مفرزينه في الفريزر، ومعانا شوية خل. أكلة اقتصادية كده بتحط جنب أي أكلة، هي مش أكلة، هو طبق كده حوادق بنحطه جنب أي أكلة، بيفتح نفسنا قوي على الأكل، حاجة حلوة قوي. بعد إذنكم اعملوا اشتراك ولايك عشان في كذا فيديو قبل كده اشتراكات المشاهدة أصلا قليلة قوي فيه ومش عارفة ليه. شاهدوا واعملوا اشتراك واعملوا لايك وابعتولي أي كومنت انتوا عاوزينه. هنا حطينا الفلفل الأحمر في الشفشق وعليه التوابل والثوم والليمون والخل. هنا غسلنا البتنجان كويس، غسلناه كويس جدا وشلنا منه العين الاخضر، وبعدين رجعنا فتحناه كده من الجنب زي ما انتم ما شايفين، بسيط خالص بالسكينة كده من جنب واحد. صلى على سيدنا محمد. اهو زي ما انتم ما شايفين كده. وهنا في الطاسة قمنا قليينه، ما شاء الله بسيط وخفيف وحلو بيأكل. حتى لو مالكيش نفسي تاكلي هتاكلي، ما تعمليه، كان طعمه حلو قوي والله، جميل. بدأنا هنفتح كده البتنجان ونوزع في قلبه الصلصة الدقة اللي احنا عاملينها، يعني دي دقة، ده الفلفل الأحمر بعد ما نفرم في الخلاط. تمام، نفتح كده ونرص فيه ونسيبه، وياريت ما يتاكلش في وقتها، يعني ياريت تسيبوه مثلا ساعتين 3 كده في الدقة. الثوم والخل بيظبطوا قوي قوي قوي، والتوابل اللي عليه وسنة شطة كده وشوية الملح. انتي لو مش جعانة هتاكلي رغيف مقرمش كده ومحمص وتحطي فيه البتنجانة ديت، يا سلام. شوية فول وطعمية، يا سلام، شوية كشري. حلو اوي الطبق ده والله، بيأكل بجد بصراحة، يعني ما شاء الله. بالهنا والشفا على اللي يعملوا وياكلوا يا رب. الاشتراك واللايك بعد اذنكم، ادعموني ما تبخلوش عليا، ادعموني ما تبخلوش عليا بعد اذنكم جميعا يا رب. ربنا يكرمكم ويكرمنا يا رب، يرزقني ويرزقكم ويرزق المسلمين جميعا. أشوفكم في فيديو جديد وفي أكلة اقتصادية جديدة، ومع السلامة إن شاء الله.